أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جراين ريكا دين مبين جا حديث رسول ما أمين. ترجمة رياض الصالحين دصد سه. نویسکار امام النووی. ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب. کره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه. خوشکو برای عزیز الدرس مایاش بریاوه دا ما بحثا فضیلت خواندن قرآن دیگر. فضیلت قرآن یا عمومی هبی هن حدیث پیغمبر خود در حق خواندن قرآن به عمومی دا هاتبین و هنج حدیث جی در حق خیر و مکافاتا هن سوره و هن سوره قرآن و هن آیات قرآن خصوصی دا هاتبین. ما بحثا و حدیث در حق هن آیات و سوره قرآن یک خصوصی دا خواندان او حدیث دا خواندان ام گوها حدیثا 1012. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن. أبو هريرة هتنقل كنا خدا جرازبه كو پیغمبر خدا در حق قل هو الله أحد يعني سورة إخلاص دا دقوتا پیغمبر دقوتا إنها أب سورة إخلاص تعدل ثلث القرآن هنگ سهکا قرآنه خیراوه هنگ خیرا سهکا قرآنه یعنی سه بهرابهری که قرآنه یعنی تنگا سه بهرابهری که قرآنه خیر و مکافات سوره اخلاصه. رواه مسلم. حدیث ها امام مسلم نقل کردیه خودش راضی به حدیث ها 1013 بله حدیث 1013. وعن أنس رضي الله عنه أنس هو تناقل كده خد جرازي به أن رجلا قال بجه زلامة يهولي قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد أجل حش في سورة قرآن دي كما قل هو الله أحد سورة إخلاص أجل حش في سورة دي كم قال إن حبها أدخلك الجنة محبة حزج كرنا في سورة مادام تحجدی که یه تبه به جنت تو ولی بتمی هر بخوینی بی سوره به هر وسیله هر فرصت تو وی سوره قرآن سوره جلیله بخوینی اوه تبه به جنت محبت وی سوره تبه یه تبه جنت خود دا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. اف حديثها ترمذي نقل كليا قلت حديث حسنه. ورواه البخاري في صحيحه تعليقا. بخاري الكتاب خدا صحيح خدا معلقا يعني بسند نقل كليا. حديث 1014. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عقبة كرة عامر هو تنقل كرم خد جرازبك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيجي پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هو لي قال ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط قيت أو آيات إيشف نازل بين سرما نديدنا أو آيات إيشف نازل بين تنديدنا لم يرى مثلهن قط يعني مثل ودنگو و تنگو نه ندیدن یعنی آیت ویوتنا چه داشتن او قل اعوذ برب الفلق سوره فلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد سوره علق وقل اعوذ برب الناس سوره الناس قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رواه مسلم. أف حديث إمام مسلم نقل كرنا. حديث 1015. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو سعيد الخدري هو نقل كرنا خد جرازي بقوتيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان. بيجي پیغمبر خدا هي سوره قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نازل نبی هر وقت حفظ خواهد کرد خدا شر جنا و شر جاو انسانا یعنی حسد و بجیبریا و جف لکتنا
انسانا شفله خستنا انسانا حفظ خواهد که بخودش واتش ده ها یعنی گوته یا را بیتم محافظه بکش شر جنای او شجاو انسانا حفظ خواهد که دوا حتی نزلت المعوذتان حتی هر دو یعنی معوذتان یعنی سوره قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق نازل بی فلما نزلتا به وقت اف هر دو سوره نازل بین اخذ بهما و اف هر دو سورش قرار گرتن و تکرار تکنن خواهد خواندا و ترک ما سواهما او دعایش به غیری و ترک کرن یعنی او دعای کو بوا دعا حفظ خواهد کرد جنا و شر جاو انسانا بیجیبری انسانا او دعا ترک کردن سوره فلق و سوره الناس خواندا رواه الترمذي اف حديث الترمذي نقل كريا وقال حديث حسن وقوتي اف حديث حسنه يعني نضعيفه قنجرندا حديث 1016 وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره تنقل كرا خود جرازي به کو ان رسول الله قال کو پیغمبر خدا علیه الصلاه والسلام هولی گوتیا من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك گوتیا پیغمبر خدا سوره ایش قرآن هيا 3 آيات سوره ایش قرآن هيا 3 آيات او شفعت لرجل مهدر شفاعت زلامك كر بر محشره حتى غفر له حتى هات عفو كرن يعني شفاعت مهدر ويكر قوي اوي از خواندما و عمل مكريا عبرات و درش مدري خستنا فلان ولی شفاعت و مهدر ويكر شهد بين در حق ويدا دال بر محشره حتى غفر له حتى هات عفو كرن يعني یه شفاعت بك معنى اوه و كيش که او سوره 3 آيات هي تبارك الذي بيده الملك سوره تبارك يا سوره ملك رواه ابو داود والترمذي اف حديث ابو داود والترمذي نقل كرنا وقال الترمذي قوتيا حديث حسن وفي رواية ابي داود تشفع يعني الترمذي قوتيا حديث حسنة رواية ابو داود بيجا نبجي شفاعت بيجا تشفع يعني شفاعت بك نكو شفاعت كريا بيجي بك بر محشره يا شفاعت بك اف سوره ها در حق خواندوان خداکو کی و بخوینه و عمل بك حديث 1017 عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه ابو مسعود البدري هو تنقل كلام خود جرازيبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال او يجيش پیغمبر خود نقل كليكو پیغمبر قوتيا من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة کسی و هر دو آیت داویا دیواهیا سوره بقره بخوینه فی لیلتن شبکدا یعنی شبکدا و هر دو آیت بخوینه کفتاهو او هر دو آیت بسوینه یعنی بپالزه محافظه بکه تیراوی هنه یعنی سوره یعنی آیت آمن الرسول بما انزل الیه والمؤمنون او هر دو آیت ولی دست بده که هر دو آیت دیواهیا داویا سوره بقره حچه مثلا شف کدا یعنی هر شب و آیت بخوینه و هر دو آیت بخوینه او بسوینه متفق علیه اف حدیثه بخاری و مسلم هر کار نقل کردن خودش هر و راضی به حدیث 1018 وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره تنقل كنا خود جرازي بكو ان رسول الله قال پیغمبر خود هولیگات لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سوره البقره پیغمبر خود گوتیا چه گوتیا علیه الصلاه والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر مال خوا نکن وی مقبره مقل مقبره دا القبره دا عمل تکرن قرآن تخواندن ایدی چو پشتی مرا موچا کت قبره دا خلاص دفتر عمل مهاد گرتن تشتن مستثنا هنه او جدا ها یعنی مالا خواه نکن وی قبره یعنی قنجی تیدانه کرن خواندن تیدانه قرآن تیدانه خواندن مش تیدانه کرن مالا خواه نکن وی قبره وی مقبره وی مثلا نو زیارته این الشیطان ینفر من البیت بگمان شیطان نفرته وی خانیه وی مالدی که کو تقرأ فيه سورة البقره سوره بقره تدا بخواندن او مالا سوره بقره تدا بخواندن شیطان نفرتش و
و مال دیگه و مال دا ناسکنش شو مال دراوه رواه مسلم. اف حدیث هم مسلم نقل کرده خودش راضی به. حديث 1019 وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال أبي كره كعب وتناقلتنا خد جرازبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي كره كعب قلت پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي قلت يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت يا أبا المنذر يعني يا أبي يا أبي يا أبا المنذر أتدري ما تظني أي آية من كتاب الله معك أعظم او قرآن تاج برگیری او قرآن دست تدا تاج برگیری کیش آیت شوی کتابش همیا مستره کیش آیت شوی قرآن کو تاج برگیری تا دست خواه خستی کیش آیت شوی قرآنش همیا مستره قلت الله و رسوله اعلمو گم خدا و پیغمبری چطور زانه ان زانم قال يا ابا المنذر اتدري اي آیت من کتاب الله معك اعظم دیس اف سوالش میکرد تکرار کرد سوال خواه او قرآن کو نکته او قرآن کو تا دست خواه خستی كيش آيات شوي شحميا مسترقيت زاني قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قم آية الكرسي يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يعني آيات الكرسي يعني سورة بقرة آياتها 155 قم أف آياتها يا رسول الله فضرب في صدري دست خرسين من دا وحشكم جا آفرم وقال ليهنيك العلم أبا المنذر علم تشترى مبارك به أبا المنذر تظاني آفرم علم تشترى مبارك به خدا بركة بخ علمتا رواه مسلم في حديث إمام مسلم نقل كريا خدا جي راضي به حديث 1020 حديث بشكل دريجة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة هتناقلتنا خد جرازي بقولت يا أبو هريرة وكلني رسول الله بحفظ زكاة رمضان پیغمبر خدا اسکرم بکچه زکات رمضانه هر وقت زکات فطره یعنی زکات فطره از کوم کردن پیغمبر خدا کوم کردن اسکرم بکچه زکات رمضانه فاتانی آتن وجا شف یک هات جمع فجعل يحث من الطعام دست بکر کل ما او ذخیره شخارا دبره یعنی دست بکر دابه بشخارا کل ما فاخذته دستا را گرد فقلت لارفعنك الى رسول الله گم گاست برنجم پیغمبر خوده تدزهتی مال زکاتت بی قال اني محتاج گم اس محتاجم وعلي عيال زوروك مهيرا وبي حاجة شديدة احتياجام شديدة احتياجام دجوارة جل محتاجام بها فخليت عنهما دافجي باردو مقول ده بلوبش من باردو فأصبحت المبي الصباح فقال رسول الله يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة جو پیغمبر خدا قلت ما يا أبا هريرة أو هسيرة تجرتي أو زلامة تجرتي چه كر؟ ده چه شوي زلامة كر؟ أو زلامة شفيدي قلت يا رسول الله شك حاجة وعيالا شكات حال أخواتي رقو زوروك مهيرن ومحتاج يوم برا فرحمته دل ما بيبا فخليت سبيلهم رأوي برد مدفج برد شو فقال أما إنه قد كذبك أو فرقيا نزوروك بيهنا پر نمحتاج ويها أو فرش ترغوتيا وسيعود يبفت لديسا فعرفت أنه سيعود مزاني ديسا به لقول رسول الله چونکه پیغمبر خدا گفت بیه به مزانیه به فرصدته امام هفیه فجاء يحث من الطعام هات دست لصب كل مال زكاة يببرا فقلت لأرفعنك إلى رسول الله مكاتب جنب پیغمبر خدا قال دعني فإني محتاج قل بلا خشم بك اسم محتاجم وعلي عيال جنو زوروك من زوروك مهيرا لا أعود از جاردن ويما فرحمته دل ما بي وديسا فخليت سبيلهما دز بردا سربس بردا شو فأصبحت لما بالصباح فقال لي رسول الله يا أبا هريرة پیغمبر خودش مپرسی گفت يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة او تشبدي جرتي چكر ده چشوي كر قلت يا رسول الله شك حاجة وعيالا شكات حال اخواتي رجون وزوروك اخواتي رجاز محتاجم فرحمت دل ما بيبا فخليت سبيله ما بردار شو فقال إنه قد كذبك وسيعود قوي فرش ترغوتيا يبفتلا فرصدته الثالثة جرس سيموم هيفيه فجاء يحث من الطعام هاد
دی سال 50 کل مال زکات یه ببرا فأخذته مجرد فقلت لأرفعنك إلى رسول الله إلى رسول الله قم قصد من جنب پیغمبر خدا وهذا آخر 3 مرات أبجر ديواهية إتاتا برنادم أنك تزعم أنك لا تعود تدبج أنه فتلم ثم تعود باش نجي فتلي فقال دعني قبل خشم بك فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها از چند کلمه اشترا بجم خدا به وا کلمه فایده بده فایده شو کلمه ببینی قلت ما هن گم چیه قال اذا اويت الى فراشك وقت تشوي نوف جهك خدا تو خادریش که نوف جهن نوین خدا یا طاق خدا فقرا آیت الکرسی بخویا فانه لن يزال عليك من الله حافظ او بتمی دوامی تا اشتراف خدا و تا بپارز یعنی رب العالمین محافظ که قرومك اشترارك يتب بارزه ولا يقربك شيطان حتى تصبح الشيطان نزيك تنابه حتى تب بالصباح فخليت سبيلهم بردا فأصبحت المبي الصباح فقال لي رسول الله پیغمبر خودش مراجو ما فعل أسيرك البارحة شكر هسيرة الشبدي قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها قال از چند کلمه که اشترا بیشم فایده وای بکیتا خوده بوه فایده بدتا فخلیتو سبیله مجی بردار چو قال ما هي چه تشتاو کلمه اشترا گوتی قلت قال لي اذا اويت الى فراشك بجا شمراه لي قال وقت تشوي نوف جهك خدا نوف يطاق خدا فقرا آية الكرسي بخوينا من أولها سرع آية الكرسي يعني الله لا إله إلا هو حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو حي القيوم حتى آية خلاص بكي سورة بقرة آية دصدو بنجو بنجي وقال لي وشمراغود لا يزال عليك من الله حافظ يعني خدا بخشي كشترارك يه محافظة بك بدوامي ولن يقربك شيطان نزيك تنابه حتى تصبح حتى تب الصباح فقال النبي أما إنه قد صدقك أوي راسك محق أوي راسك وهو كذوب أو نورمال دا أو عادة جلفر كرة لبلا أشتغل يومي راستا تعلم ما تخاطب منذ 3 يا أبا هريرة قيت ظاني تب كي راستو كي تحتوي أو كيبي أو زلا أو تبرادش نقول كيبي قلت له قلنا قال ذاك شيطان أو شيطان بي رواه البخاري أب حديث البخاري نقل كريا خد جرازي بهم بلكي زلامك منافق جي يعني بلكي زلامك منافق جي يعني بلكي شيطان بو بلكي زلامك منافق جي بالبيغمبر خودي بيش الشيطان مجازا يعني شيطان خوش كبرن عزيز بالله وده بسكنه حتى درسي که آمده ببینه خیر و خوشیه دا